الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وباحسن حال. معاكم شباب محمد. ان شاء الله هكون الانستراكتور بتاع ماده الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، وان شاء الله زي ما اتفقنا ان احنا هنبدا الاسبوع ده السيشنز بتاعتنا، وهتكون شامله المراجعه. يعني الاسبوع ده ان شاء الله هيكون شامل مراجعه، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبدا في اول سيشن في المنهج الفعلي اللي هو الاو او بي، اوبجكت اورينتد بروجرامينج. هنبدا ان شاء الله النهارده سيشن المراجعه. طيب نبدا بقى باول حاجه او بارت 1. يعني عندنا بقى الباكج. طبعا الباكج ده بينقسم لنوعين مهمين جدا. في حاجه اسمها بيلت ان باكج، يعني باكج متعرفه بالفعل في الجافا، وفي باكج انت كيوزر تمام بتعرفها. ازاي الكلام ده؟ في صيغه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي صيغه import بالشكل ده. import package، تمام، name او import package dot name dot الكلاس بالشكل ده. import package dot name dot class. الصيغه دي، طب احنا عارفين الباكج او صيغه الباكج هي عباره عن باكج والنيم والكلاس، زي ما احنا شايفين فوق كده. باكج وده اسم الكلاس، اسم الكلاس. يعني بقول لك باكج اورجانيزيشن دوت اكزامبل. طيب لما اقول لك import package dot name dot class، فانا بقول لك ان دي متعرفه او predefined، تمام، او built in في الجافا. كل اللي انا بعمله ان انا بعمل حاجه اسمها import ليها، بعمل حاجه اسمها import فقط، بعمل حاجه اسمها import package dot name dot class. يعني على سبيل المثال ممكن في حاجه اسمها import، تمام، java dot util او util dot scanner مثلا، كلاس اسمه سكانر. في حاجه برضو اسمها import java dot util dot مثلا date. مثلا في حاجه اسمها import، تمام، import java dot util dot مثلا عندنا random. دي كلها ممكن مثلا حاجه اسمها import. يعني في حاجه، بص، في عندك باكج كتيره جدا. عندنا حاجه اسمها import مثلا جافا اكس دوت مثلا swing دوت مثلا جي فريم، على سبيل المثال. يعني ما تركزش فيها دلوقتي، بس اعرف يعني ان دي كده. في عندنا حاجه اسمها import، ان انا بستورد كده باكج. import مثلا على سبيل المثال جافا دوت مثلا اي دبليو تي مثلا دوت فريم بالشكل ده. دي كلها بقى سكان، او اسف، دي كلها عباره عن ايه؟ باكج بيلت ان في الجافا، تمام. ولكن لما اجي اعمل لك حاجه زي اورجانيزيشن دوت اكزامبل ده، فده حضرتك باكج انت معرفه. ايه دليلك؟ لو شلت كلمه باكج كده خلاص راح، مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لانه حضرتك كده اصبح التوكن مش موجود اللي بعرفه. هل ينفع اعمل امبورت بالشكل ده مثلا؟ ركز معايا. امبورت مثلا جافا، تمام، دوت اتل، تمام، دوت كده. مش هينفع الكلام ده خالص، تمام، مش هينفع خالص الكلام ده. ولكن بعمل ايه؟ بعمل كده باكج اورجانيزيشن دوت اكزامبل. ده بقى باي يوزر، يعني تم انشاؤه عن طريق اليوزر. لحد هنا بالنسبه لنا الموضوع ان شاء الله يعني سهل جدا. هننتقل باذن الله عز وجل
للجزئيه الثانيه، واللي هي ايه؟ واللي هي هتكون عباره ازاي انا اربط ما بين باكج وباكج ثاني يعني في ايه؟ في البروجكت بتاعي. طيب الجزء الثاني احنا بنعمل كونكشنز للباكج وبعضها. فاحنا بنعمل كونكشنز للباكج اللي اسمها مين؟ اللي اسمها اكزامبل كده، او اللي اسمها اورجانيزيشن كده دوت اكزامبل، اللي فيها الكلاس اللي اسمه مين. انا عاوز استدعي هذا الكلاس اللي هو مين في الباكج دي بتاعت الجي اف. فعملت حاجه اسمها import organization dot example dot المين بالشكل ده والسيمي كولون. ايه اللي حصل؟ انا كده استدعيت الكلاس اللي اسمه مين. تقدر على فكره هنا على سبيل المثال تعمل ايه بقى؟ تعمل حاجه اسمها مين مثلا، مين. تقدر تعمل مثلا يعني تستدعي اوبجكت عادي جدا. فاهم الفكره؟ ان انت خلاص عملت امبورت لايه؟ للكلاس ده بكل بساطه يعني. فاهم الفكره دي جت ازاي؟ ان احنا عملنا باكج وباكج وعملنا بينهم ربط. طب ايه فائده الباكج؟ الباكج دي بتنظم الكود بتاعي لدرجه عاليه جدا، يعني حرفيا اهميه الباكج دي لا توصف. يعني دي عباره عن، يعني هي كلمه باكج دي كلمه ريزيرفد في الجافا، ان احنا بنستخدمها لتنظيم الكود، وكمان بنجمع الكلاسز والانترفيسز المتعلقه ايه ببعضها البعض. الكلام ده كله هنعرفه لقدام باذن الله. طب ايه الهدف من الباكج دي؟ ان انا بسهل المانجمنت بتاعت الكود، يعني بسهل اداره الاكواد في المشاريع الكبيره. لو عندنا مشروع كبير بقى وعاوز ان انا ادير المشروع ده بشكل في فلكسبيليتي عاليه، يعني مرونه فيه عاليه جدا، فانا هعمل ايه؟ على سبيل المثال ابسط مشروع هو مشروع مثلا مين؟ بتاع البرودكتس والاوردرز. معايا مثلا منتج وعاوز ومعايا مثلا كام اوردر على المنتج ده. فانا عملت كود للبرودكتس وكود للاوردرز. على سبيل المثال البرودكتس ده مثلا مش عارف ليه نيم وليه اسم المنتج بتاع البرودكت وبرايس السعر. فعملت باكج خاصه بالكلام ده. والباكج الثانيه خاصه بمين؟ خاصه بالاوردر، زي الاي دي بتاع العميل نفسه والاسم بتاع العميل بقى. لازم اربط ما بين المنتج والطلب، صح؟ بين الاوردر والبرودكت. فانا كنت عامل البرودكت تمام في باكج والاوردر في باكج تاني. فعملت كونكشنز بين الاثنين باكج دول عن طريق الايه؟ عن طريق امبورت، واحط اسم ايه بقى؟ اسم الباكج اللي انا عاوز ايه؟ اعمل لها امبورت. فانا امبورت الكلاس اللي اسمه مين اللي انا محتاجه، تمام؟ هنا في ايه؟ في الباكج ده عن طريق هذه الجمله. تمام كده؟ طيب نرجع بقى لموضوع تاني مختلف شويه في المين ونكمل. لو جيت قلت لك مثلا، معلش نرجع تاني كده حاجه عشان ما يحصلش اي ايرور بالنسبه لنا. مش ده خالص، مش ده خالص. تمام كده؟ طيب public static void main. عندنا public class main، تمام؟ public static void main. عاوزين بقى لو عندنا متغير على سبيل المثال انتجر مثلا x، انتجر x ده بيساوي 3، لو قلت لك system دوت اوت دوت برنت لاين هتطبع لي الاكس. فانت بكل بساطه قلت لي ايه السهوله دي؟ اكيد بثلاثه. حلو جدا. لو انا جيت عملت لك كده انتجر اكس وقلت لك سيستم دوت اوت دوت برنت ران الاكس، اداك ايرور. طب ليه الايرور؟ بيقول لك ان اكس ده not have been initialized. كان لابد ان انت ايه؟ تدي له قيمه initialized، قيمه بدائيه تعريفيه كده، يعني زي الثلاثه اللي هي كانت دلوقتي. حلو جدا. طيب لو جيت عملت لك حاجه نفس الفاريبل وهو كده وعملت لك كده، الكلام ده الناس الادفانسد، ايه اللي حصل؟ هيديك ايرور. لو انا قلت لك بالشكل ده
سيستم دوت اوت دوت برنت لاين الاكس ايرور. طب ليه ايرور؟ بيقول يعني حرفيا كده يعني ايه الكومبايلر بيشتكي، بيقول ايه؟ بيقول انا مش شايف الاكس عشان اطبعها. تصور كده ان انا بقول لك اعمل حاجه وانت مش عارف ايه هي الحاجه. فاهم الفكره؟ يعني انا بقول لك يعني تخيل كده، يعني بقول لك اعمل حاجه وانت مش عارف ايه هي الحاجه، فهتنفذها ازاي؟ ده اللي حصل من الكومبايلر. يعني بص بيقول لك الكومبايلر cannot resolve السيمبل اكس. فين هو الرمز اكس ده بقى؟ فين الفاريبل اكس اللي انت عاوز ان انا اطبعه؟ فزي كانك ان انت بتعمل عمليه ايزوليت للفاريبل اللي اسمه اكس عن جمله الطباعه. دي حاجه بنسميها سكوب فاريبل. سكوب مين؟ سكوب فاريبل. سكوب فاريبل يعني فاريبل مقتصر على منطق، على مساحه معينه. انا عملت السكوب فاريبل ده داخل القوسين دول، outside of خارج القوسين دول مش هيعترف بيه نهائي. ايه الدليل بقى؟ الدليل اهو. قلت لك انتجر اكس يساوي 3، تمام، وقلت لك اطبع لي الاكس، قلت لك اتفضل اعمل رن كده مباشره، اداك كام؟ اداك 3. الكلام هنا بالنسبه لنا ايه؟ انا ما اعتقد بسيط جدا جدا. طيب لو جيت على سبيل المثال عملت كده، تمام، وعملت كده، نفس الجمله كده هنا، خدتها هنا كنترول في. تتوقع دلوقتي انا قلت لك قيمه اكس ب3، اطبع لي قيمه اكس، وقلت لك قيمه اكس ب4، اطبع لي قيمه اكس، هطبع لك ايه؟ هطبع لك 3 4. يبقى هيطبع لك الاوتبوت في النهايه كام؟ خلاص يبقى هنا الاوتبوت والله حضرتك تكون عباره عن 3 و4. هنشوف كده، نعمل رن. رن هنا اهو 3 4. طيب لو انا جيت عملت كده، عملت كده اهو، هيديني ايرور، لازم تعرفه بانشاليزيشن فاليو. نفس القصه هنا برضو هيديني ايرور، لازم تعرفه بانشاليزيشن فاليو. كلام جميل جدا. تعالى بقى اعمل ايه؟ لو انا جيت مثلا خارج الكلاس اللي اسمه مين، او في مين نفسها، يعني عملت اتريبيوت او فيلد في المين. ما احنا قلنا ان الكلاس ده بيحتوي على مجموعه من الفيلدز، مجموعه من الكلاس ايتمز، مجموعه من الكلاس ممبرز، مجموعه من الاتريبيوتس، دي كلها اسماء مع بابليك ميثود. تمام؟ طيب ركز معايا بقى في الفاريبل. انا بشرح لك الفاريبل بتوسع عشان اراعي الناس اللي هي ادفانسد والناس اللي هي عاوزه ايه تاخد يعني المعلومات البدائيه. فلو قلت لك على سبيل المثال string x equal ايه ده؟ string مثلا x، او string يا باشا x name مثلا، وعندها مثلا integer، او خليها مثلا integer id بالشكل ده، النيم والاي دي. في حاجه حصلت لو انت كنت مركز معايا هنا هتعرفها. تعالى string name integer id، ماشي. system dot out dot print line، تطبع لي النيم، تمام، وفي سيبريت لاين هتطبع لي معاها مين؟ الاي دي. ايه اللي حصل؟ قال لك لابد انهم يتعمل لهم initialization.
لازم تعمل initialization. حلو الكلام. فنيجي نعمل ايه؟ عاملين كده مثلا وعاملين كده. طيب لو جيت عملت ميثود خارج المين اسمها void مثلا، void print all مثلا اسمها كده. الميثود دي بتطبع الاتريبيوت بتاعت الكلاس، يعني كل اللي هي بتعمله طباعه اتريبيوت الكلاس فقط. فانا عاوزها تطبع النيم، ركز معايا كده تشوف الفرق، النيم، وبرضه في سيبريت لاين تطبع الاي دي. عشان يعني نلاحظ الفرق، بس ممكن نعمل حاجه تاني. تمام كده الموضوع ان شاء الله هيكون واضح. ايه اللي حصل دلوقتي لو انت مركز؟ انا جيت عملت جمله، عملت نيم واي دي هنا، بص كده زي اللي فوق بالظبط، نيم اي دي، ما حطيتش هنا اي فاليو للنيم ولا الاي دي. نفس القصه هنا، ما حطيتش اي فاليو حطيتهاش للنيم ولا للاي دي. وجيت قلت لك حاجه، قلت لك اطبع لي لو سمعت النيم والاي دي. اعترض هنا، قال لك ايه النيم والاي دي؟ اعترض عليهم. ولكن هنا في الفايد برنت اول لما قلت له اطبع لي النيم والاي دي ما اعترضش عليهم. كده حاجه وعكسها. طب ازاي هنا اعترض وهنا ما اعترضش؟ اذا لازم تعرف ان في المين لما تيجي تعرف اي فاريبل لازم تديله initialization value، ده شيء اساسي معانا. لازم حضرتك تعرفه بinitialization value عشان ما يعترضش عليه. بينما الكلام ده عكس، يعني عكسه خالص. مين؟ لو انت عندك attributes في كلاس اسمها name و id field مثلا، وعملت ميثود تاني، طبعا دول جلوبال. الجلوبال على مين بقى؟ الجلوبال مش على الستاتيك، خلي بالك. انا عامل ميثود اسمها public static void main، دي static. يعني ايه static؟ يعني ما ينفعش استخدم النيم والاي دي فيها، لا ما ينفعش. ليه؟ اصل دول مش static. ركز في الحته دي، الاتريبيوت هنا مش static، فبالتالي ما ينفعش استخدمهم داخل المين. المين واخده شرط، انت ممكن تجيب النيم والاي دي بتاعت الكلاس عادي جدا رسومين، ولكن تخليهم لي ستاتيك. طب تعالى كده نعمل رن ونشوف الناتج. طبع لك هنا مين؟ زيرو بالشكل ده. بس ركز. طبعا هنا هو ايه؟ اسمع الفكره، ليه ما نفذش دي؟ لازم يتم استدعائها فوق. طب هل ينفع ان انا استدعي ميثود نون ستاتيك داخل ميثود ستاتيك؟ ما ينفعش. انا بعاملك دلوقتي بالاساس ان انت واحد بتراجع برمجه، مش بعاملك ان انت واحد مثلا مخلص كل مثلا واحد لسه داخل بيتعلم برمجه، لا. ده انا بعاملك واحد داخل بيتعلم برمجه. الكلام ده برضه هنكرره تاني في الميثود، بس ركز فيه دلوقتي. هل ينفع انا استدعي ميثود نون ستاتيك داخل ميثود ستاتيك؟ لا ما ينفعش. يعني بص كده، لو قلت لحضرتك برنت اول دي انفوك هنا كده، ما ينفعش. ليه؟ بص كده بيقول لك ايه هنا؟ non static method print all cannot be referenced from a static context. تمام؟ ايه حل الموضوع ده؟ حل الموضوع ده تعمل void static. ركز معايا كده، void static هيديك ايرور هنا في النيم وفي الاي دي. لا معلش ثانيه كده، static void هيديك ايرور في مين؟ في النيم والاي دي.
فهتضطر ان انت تعرفهم تاني. حل الموضوع ده تعمل ايه؟ تطلع فوق بقى هنا وتعمل حاجه اسمها، بص كده، تعمل حاجه اسمها ستاتيك. تعمل حاجه اسمها ستاتيك بالشكل ده. اصبح الكود بتاعك تمام. لما انت خليت الاتريبيوت ده خليته ستاتيك، والميثود المين من النوع ستاتيك، وكمان الميثود برنت اول من النوع ستاتيك، فاصبح الموضوع ما فيهوش اي ايرور. لما جينا عملنا رن بكل بساطه، اول ما عملت رن للكود ايه اللي حصل؟ طبع لك 0 نل 0 0 نل 0. طبع لك ليه نل؟ بص، طبع لك نل علشان على فكره، هل انا كان لازم اعرف النيم هنا؟ طب تعالى كده، لو شلت السترينج من هنا وشلت الانتجر من هنا مش هيحصل حاجه. ليه بقى؟ اصل انا معرفهم اوريدي فوق، انا معرف سترينج نيم وانتجر اي دي، ولكن هو اعترض عليهم في الاول ليه؟ علشان ما كانوش ستاتيك، والمين هي ستاتيك. لازم ركز في دي، علشان تضع فاريبل من مكان خارج المين بداخلها، زي الكلاس هنا في اتريبيوت اسمها نيم اي دي، عاوز اضع النيم اي دي هنا، لابد ان هم يكونوا ستاتيك. وعلشان تستدعي الميثود دي برنت اول تعمل لها انفوك في المين، لازم هي تكون ستاتيك. فانا اخترتها ستاتيك عشان اقدر استدعيها. مش عاوز اتعمق في الموضوع ده، ده بالنسبه للناس اللي هي يعني مراجعه البرمجه واحد يعني، وعاوزه تاخد ايه يعني فكره اعلى شويه. تمام. طيب ده كان بالنسبه للجزئيه دي بتاعه مين؟ بتاعه الفاريبل. ان شاء الله هندخله في السترينج وباقي الانواع في الجزء الثالث ان شاء الله. طيب نكمل يا شباب في الجزء الثالث بقى معانا ان شاء الله، وهو عباره عن الفاريبل. لسه مكملين مع الفاريبلز. طيب لو جينا على سبيل المثال، شلنا ده خالص مش عاوزينه خلاص. وقلت لك string مثلا يعني x بالشكل ده. x دي عباره عن new string مثلا hello. قلت لك مثلا، او خليها string 1، معلش خليها string 1 وانا هخليه 1. وقلت لك string 2، وقلت لك string 2 equal، او خليها كده new string بالشكل ده مثلا. على فكره الحاجات دي كلها كان بيسأل فيها مين؟ كان بيسأل فيها دكتور ياسر. عارفين كل الحاجات دي كان بيسأل فيها دكتور ياسر. ف هلو I am here، وعملت لك مثلا، او قلت لك كده 1 equal 2 بالشكل ده، وقلت لك print line وجيت عملت رن. توقع هيديك ايه بقى؟ هيديك I am here. وفين هلو؟ مش عارف حرفيا فين هلو. تعال اقول لك اللي حصل. انت اللي عملته ان السترنج ده عباره عن مين؟ هو السترنج ده عشان تكون فاهم بس، في عندك حاجه اسمها primitive data type، وفي حاجه اسمها non primitive data type.
الكلام ده احنا عارفينه وزهقناه بقى وحفظناه كتير جدا. البريميتيف داتا تايب ايه؟ عندك الانتجر وعندك مش عارف البايت. بص عندك اللي هم ايه؟ البايت والشورت والانتجر، وعندك اللونج وعندك الفلوت وعندك الدبل وعندك ده كله بقى معاك ايه؟ ده كله بقى موجود ضمن اللي هو مين؟ اللي هم بريميتيف داتا تايب. في بقى حاجه اسمها نون بريميتيف داتا تايب. السترنج ده عباره عن كلاس، صح؟ عباره عن كلاس سترنج، هو كلاس. بدليل انا خدت بص سترينج 1 ايكوال نيو سترينج. تمام. انا ممكن اعمل ده بطريقه ثانيه على فكره، بس ده مش موضوعنا. انا مش بتكلم في الاو بي، انا بتكلم في الفاريبل اللي اسمه مين؟ اسمه 1. فانا عملت سترينج 1 وحطيت فيها اللو، وعملت مثلا 2 وحطيت فيها ام هي، وقلت لك هتعمل عمليه طبعا كده، هتعمل عمليه اساينمنت. عارف يعني ايه اساينمنت؟ يعني انا حضرتك دلوقتي ال1 ده بيشير لمكان في الميموري، وال2 بيشير لمكان في الميموري. تعال اوضح لك الكلام ده بالتفصيل شويه يعني علشان تفهم اكتر. لو على سبيل المثال شرح المثال السابق، يعني انا عندي مكان في الميموري بالشكل ده، ادي منظر الميموري. دي بقى بنسميها الهيب ميموري. ده بقى هنا مين؟ ركز كده معايا. ده بقى هيكون اللي هو الاوبجكت، عشان هنا قلت string 1، و1 ده بيشاور لحاجه اسمها نيو سترينج اللي فيها هلو، يعني بمعنى صح كده. يعني هتلاقي كلمه هلو اوريدي موجوده هنا، كلمه هلو بالشكل ده موجوده هنا. في حاجه اسمها 1. 1 مال 1 ده؟ قال لك الفاريبل اللي اسمه 1 ده او الريفرنس فاريبل ده بيشاور على دي، بريفرنس على دي. تمام. في مكان تاني في الميموري اسمه 2. المكان ده فيه I am here. تمام. في I am here بالشكل ده. طيب ده عبارة عن 2. ماشي 2 بالشكل ده فاريبل او الريفرنس فاريبل اسمه 2. بيشاور على مين؟ بيشاور على ده، على I am here. كل اللي انا عملت بقى قلت لك ان انت هتاساينمنت حاجه في حاجه، فقلت لحضرتك ان انت هتعمل ايه؟ 1 ده هاساينمنت فيه 2 بالشكل ده. ركز في اللي حصل هنا. حرفيا اللي حصل ان انا حطيت ال2 او اساينمنت 2 في ال1. طب هو ايه محتوى ال2؟ ال2 كان فيها I am here، انا هنا. ال1 كان فيها hello. انت عارف اللي حصل بالتفصيل كده؟ لما عملت عمليه الاساينمنت دي، كومبايلر ماشي ماشي، فجأة لقى عملية الاساينمنت عمل ايه؟ راح شايل الريفرنس من على ده خالص، لغاه خالص، واصبح ال1 ده بيشاور على دي I am here. فلما انت قلت له ان انا عاوز اطبع ال1 دلوقتي، ايه اللي حصل؟ طبع لك ايه؟ هل طبع لك من اننا عارف ان 1 محتواها هلو، ولكن انا عملت اساينمنت، فاصبح ايه بقى؟ اصبح ان ال1 بيشاور لمين او بريفرنس للاي ام هير، فطبع لك اي ام هير. ده بالتفصيل
اللي حصل هنا. طبعا الكلام ده كله ادفانسد، نركز بس عشان انا والله قصدي كده ليه. الكلام ده مفيش حد يشرحه لك بالتفصيل ده، يعني بكل التفاصيل دي. حد ذاته مطالب ان انت قابل وتدخل على الاو بي تكون عارف الكلام ده. فطبع لك هنا اي ام هير بالشكل ده. طب تعالى ان انا ما عملتش عمليه الاساينمنت خالص ولا اعرف عنها حاجه، وقلت لك معلش رن الكود كده بالشكل ده، هطبع لك مين؟ هلو بالشكل ده. الكلام ده احنا ممكن ننفذه بشكل عادي جدا وابسط من كده خالص. انا شرحت لك على مثال صعب علشان لما يجي لك مثال سهل تحس ان انت فاهم 100%. انتجر اكس يساوي مثلا 4 بالشكل ده، وقلت لك على سبيل المثال انتجر واي، بعدين انتجر واي بيساوي 8. كل اللي هعمله ان انا هعمل عمليه اساينمنت. ازاي؟ والله هحط الاكس في الواي، فهقول لك ان انا عندي الواي وادي الاكس. كده انا عملت عمليه اساينمنت، يعني ان انا حطيت الاكس في الواي، وقلت لك سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اطبع لي مين؟ اطبع لي الواي كده لو سمحت. تتوقع بقى هيطلع كامل اوتبوت؟ انا مش هعمل رن، هسيبك انت تفكر. ومش اكس ب4 واي ب8 عملت عمليه اساينمنت حلو جدا. ايه اللي حصل؟ دلوقتي قيمه اكس ب4 وقيمه واي ب8، بس انا عملت اساينمنت، يعني هحط قيمه الاكس في الواي، يعني كده الواي هتشاور على نفسها ولا على الاكس؟ عشان عملت اساينمنت هنا فاصبحت الواي تشاور على الاكس، فالمفترض يطلع الاوتبوت ب4. اقول كده اعمل كده رن شوف. ب4. لو عملت العكس ازاي؟ عملت اكس ايكوال واي. انت عارف كلمه اكس ايكوال واي دي؟ ده انا بعت لك ايه؟ بعت لك الادرس، العنوان. عشان كده هو ايه بيغير بقى الاكس ايكوال واي، فانت الاكس بتشاور على قيمه واي، يعني الاكس بكام كده؟ ب8. الاكس بتشاور على قيمه واي، بتريفرنس على واي. مش عارف ايه يعني كلمه بتشاور دي، بس ما علينا. لو عملنا رن كده هيطلع الاوتبوت ب8 بتاع الواي. ماشي صح؟ اسف الاكس هنا يعني ماشي، برضه الاكس ب8. طلع برضه كام؟ ب8. ده مفهوم عمليه مين؟ عمليه الاساينمنت. تمام كده؟ طيب دي بقى جزئيه مين؟ جزئيه الفاريبل. نيجي بعد كده هندسه للجزئيه الثانيه، جزئيه حرفيا مهمه جدا. والله العظيم متقيد، يعني في حاجات كتير انا عاوز اشرحها لك، ولكن يعني خايف معظم الناس يعني ما تفهمهاش، فخليها احسن حاجه في وقتها. تمام؟ طيب لو جينا على الفاريبل، شرحنا حاجه اسمها بوليان. بوليان مثلا بالشكل ده. البوليان ده ان شاء الله في النهايه خالص، يعني في نهايه السيشن ده هنعمل لك بقى كل الداتا تايب دي وشركه قد ايه والحاجات دي كده. يعني بوليان مثلا اكس ايكوال ترو بالشكل ده. ايه دي؟ لا لا، ترو. طيب وقلت لك سيستم دوت اوت دوت برنت لاين هتطبع لي كده. ماشي، مثلا الاكس هتقول لي عادي جدا هطبع لك ترو. ايه الكلام السهل ده؟
هيطبع لك مين؟ ترو. معلش عشان نكرر هنا الاكس، معلش هيطبع لك مين؟ ترو واحدة. بص كده عشان بس يعني الوقت، هيطبع لك ترو واحدة هو يعني. تمام؟ بالشكل ده ترو. طيب حلو جدا. عاوز اشرح حاجة بقى ايه؟ بقول لك ان البوليان ده ممكن استخدمه ازاي؟ لو عرفت على سبيل المثال انتجر مثلا اكس بيساوي 10 وانتجر اكس بيساوي 12، او اسف واي بيساوي 12. احنا ايه مشكلتنا؟ احنا مشكلتنا ان احنا لازم يعني نفهم الحاجه، يعني بص بادق التفاصيل بتاعتها. الدكتور ياسر لما كان بيشرح في المحاضره كان بيتعمد ان هو يتعمق في مين؟ يتعمق في الشرح، بحيث لما يديك السؤال محدش يقول له السؤال ده جاي من بره ومش عارف، لا، ده معايا شرحت فانت لازم تتقنها ايا كانت هي ايه، لازم تتقنها. فلو قلت لك بوليان اكس مثلا، او اسف خليها غير حاجه غير الاكس، مثلا زد، بوليان زد اكس مثلا اكبر من او بتساوي الواي، عملت لك كده وقلت لك سيستم دوت اوت برنت لاين الزد. انا عارف الزد دي يا هترجع ترو او او مين او فولس، حاجه من الاثنين، هترجع ترو هترجع فولس. تمام. هل هنا الاكس اكبر من او بيساوي الواي؟ لا، فهترجع ايه بقى؟ خلاص يبقى الاوتبوت بقى وعباره عن فولس. اعمل كده رن نشوف. ما اجي اعمل رن هيطلع معايا الاوتبوت فولس. تعال انت ترو، اعكس كده لو سمحت، خلي هنا واي خلي هنا اكس، اعمل رن تاني بالشكل ده مباشره هيديك ترو. كلام حلو جدا. ده كان بالنسبه للبوليان. بالنسبه بقى للفلوت، عاوزين ندخل على الفلوت. لما اقول لك مثلا فلوت اف ايكوال مثلا، اعمل لك كده 3.5، اعمل لك كده اعترض عليها، لازم تعمل حاجه اسمها اف كده. طيب هل ينفع اعمل اف كده؟ هل ينفع؟ لا ما ينفعش. طب هل ينفع اعمل اف كده؟ برضه ما ينفعش. الاف تيجي في الاخر كده. معلش يعني، هل ممكن اعمل كده بالشكل ده؟ ما ينفعش. طب لو عملت كده ينفع؟ طبعا هنا اسف هنا اف طبعا. تمام. فلوت بالشكل ده 3.5، لازم تكتب فلوت. عندك حلين. طب هل ينفع ان انا اعمل كده؟ ركز معايا كده، اعمل كده؟ ما ينفعش برضه. طب لو عملت كده، انا بجيب لك كل الحلول عشان تفهم بس. ما ينفعش. طب لو خليتها في الاخر هل ينفع؟ بالشكل ده برضه ما ينفعش. في الاخر انت تحط لي اف كده، ولكن في الاول تحط لي كده لوت بالشكل ده. تمام. طيب لما اقول لك اطبع الاف مباشره هطبعها لك بالشكل ده. كام؟ 3.5. في حاله الدبل بقى هركز كده في الدبل. عملت كده ما اعترضش الراجل، عادي جدا. هل ممكن اعمل كده في الدبل مثلا واحط مثلا دي؟ عادي. انت ممكن تعمل دي عادي جدا، تطبع الدي. في الدبل انا لو عملت كده وعملت رن هطبع لك كام؟ 3.5. طب لو شلت الدي برضو
3.5. ما اعترضش يعني عادي. ده كان بالنسبة للدبل. طيب في عملية بقى لازم نعرفها، وهي عملية الكاستنج أو التحويل ما بين المتغيرات. إيه عملية التحويل ما بين المتغيرات دي؟ على سبيل المثال لما يجي يقول لك سترينج مثلا، أو بلاش سترينج، عشان سترينج دي عشان تحولها للانتجر، وانتجر للسترينج في حاجه اسمها بيرز انتجر وحاجات يعني ايه دوال كده، مش هندخل فيها عشان ما نتلخبطش. احنا عاوزين حاجه كده يعني ايه سهله. فلو مثلا قلنا انتجر اكس بتساوي 100 دبل مثلا، وعشان تبان اكتر معلش يعني استحملوني كده، دبل اكس 10.5 بالشكل ده. انتجر مثلا واي ايكوال اكس. ركز معايا، هو اعترض هنا على فكره، قال لك انت ازاي هتحط 10.5 في انتجر، او ازاي هتحط دبل في انتجر؟ على اعتراضه incompatible types found double required integer. هو انت ازاي بتحط الدبل مع الانتجر؟ uncompatible يعني ايه؟ يعني عدم تكافؤ، حالة قصور مع عدد صحيح ازاي؟ فاهم الفكرة؟ عدم تكافؤ. طب ايه الحل؟ الحل اني اخد الجزء الصحيح، يعني ده كده حضرتك يتحول يبقى 10. هعمل كده ازاي؟ والله تعمل كده عن طريق حاجه اسمها الكاستنج. هتيجي هنا بقى وهتعمل حاجه اسمها انتجر. هل ينفع كده؟ لا. اما انا تعملها ازاي انتجر كده؟ بص عندك حلين، يا تعمل كده بالشكل ده. هل ينفع كده واعمل كده؟ لا ما ينفعش. انت بتحط القوس على مين؟ بتحطه على الانتجر بالشكل ده، يعني انتجر اكس كده، واطبع لي كده حضرتك مين؟ الواي. بالشكل ده هيطبع القيمه كام؟ هيطبع القيمه 10. جرب وشوف. رن. عشان نشوف الفرق بقى اكتر، system دوت اوت دوت برنت لاين هتطبع لي مين؟ الاكس، واعمل رن. عشرة ونص 10. تمام. على سبيل المثال عاوز مثلا اعمل حاجه حلوه دلوقتي. لو قلت لك ان انا عندي بايت، او خليه شورت، خليه شورت ايكوال، او شورت مثلا ايه الاس ايكوال. هل ينفع احط في الشورت رقم زي كده؟ هل ينفع؟ واعمل كده مثلا. قال لك عادي ممكن تعمل كده. طيب لو كنت عاوز اعمل ايه؟ عاوز احول من او اعمل كاستنج بحيث ان انا احول الانتجر لشورت. ازاي اعمل كاستنج؟ يعني في عندك في الكاستنج نوعين على فكره، كاستنج وايدنج وكاستنج ناروينج. الكاستنج وايدنج ده اللي هو انت بتعمل ايه؟ بتجيب حاجه زي ايه؟ زي مثلا الشورت، قيمه مثلا معينه بالشورت وانت عاوزها بالانتجر عادي بيها. انا بشبه الكاستنج يعني بشكل عام، لو جينا شرحناه مع بعض. طب خليه كده في جزء واحد ان شاء الله. تعالى بقى هندسه نشوف مع بعض داتا تايبس. لو على سبيل المثال عاوز اعرف الانتجر ده بيشيل من فين مينيمم لحد الماكسيمم بتاعه قد ايه،
واللونج برضه، والبايت والشورت دبل والفلوت والحاجات دي. هنعمل ايه بقى؟ سيستم دوت اوت دوت برنت لاين بالشكل ده. معلش اول سيشن دي يعني هتكون تقيله ليه؟ ان حرفيا كلها معلومات عامه في الفاريبلز والحاجات دي كده، وانت لازم تكون عارفها لابد يعني. هنيجي عاملين كده انه الانتجر، طبعا لازم تعرف ان في فرق ما بين كلمه انتجر كده وبين كلمه انتجر كده. خلي بالك في فرق بين انتجر كده وانتجر كده. انتجر دي معناها صحيح. يعني ايه صحيح؟ عدد صحيح. اللونج نفسه هو انتجر، هو عدد صحيح، صح؟ لما يجيش واحد يقول لي انتجر معناها كده، اقول لك لا، انت كده تروح تراجع الحاجات اللي هي البدائيه خالص، الحاجات اللي احنا خدناها من اول، يعني ايه داتا تايب اساسا. ولكن انتجر كده بتشير ان العدد بتاعك ده عدد صحيح، سواء هو انتجر او لونج. تمام؟ دي حته بس حبينا ننبه عليها. فالانتجر هنا بنعمل كده بلس النوع بتاعه انتجر، صح؟ انتجر دوت مينيمم بالشكل ده اندرسكور فاليو، تمام، بلس كولون بالشكل ده. معلش، بلس كولون بلس انتجر دوت ماكس اندرسكور فاليو. طيب كنترول ايه، معلش كنترول سي، كنترول في. مثلا عندي نوع مثلا دبل او مثلا لونج. تمام؟ كنترول في عندها مثلا دبل، عاوز مثلا عشان لو مثلا بالترتيب يعني هنا كده مثلا بايت وبرضه دي تكون بايت، تمام، انتجر ولو. طب بعد البايت عندنا مين؟ شورت، تمام، ده برضه شورت بالشكل ده. ده بايت شورت انتجر لونج دبل. ده كله بص هنا انتجر مثلا تبقى بايت، بس الموضوع مفهوم. هنا هيكون عبارة عن شورت بالمرة يعني، وهنا عبارة عن انتجر، وهنا عبارة عن لونج، هنا عبارة عن دبل، هنا عبارة عن بايت، لا هنا عبارة عن مين، فلوت، يبقى فلوت. صار هنا فلوت
اختار هنا فلوت بالشكل ده. دول البيانات الأساسية اللي تهمنا. فاهم الفكرة؟ تعالى كده نعمل رن ونشوف. رن على دول. طبع لك البايت والشورت والانتجر واللونج والدبل والفلوت. البايت من كام؟ سالب 128 لحد 127. الشورت من 32768 لحد 67. بعد كده 48 47 وهكذا بقى. اللونج بص قيمة اللونج قد ايه؟ الدبل بقى بيمشي معاك لحد ما يوصل لايه؟ يعني اقل قيمة ثم اقصى قيمة ايه 308. بعد كده فلوت نفس القصة. دول بقى اللي هو يعني الكونتنت بتاع الايه؟ بتاع الداتا تايب بتاع الوايت والشورت والانتر واللونج والدبل والفلوت. ايه اللي بيحصل بقى؟ ركز في مفهوم الاوفر فلو مفهوم الاندر فلو. في حاجه بنسميها اوفر فلو، تمام؟ وفي حاجه بنسموها الاندر فلو. اندر فلو بتوع الانجليزي اكيد بيتنمروا علينا. اوفر فلو اندر فلو. طيب الاوفر فلو، اوفر فلو من يعني من اسمها كده حاجه زائده عن الحد، والاندر فلو حاجه اقل عن الحد. فعلى سبيل المثال البايت الماكسيمم فاليو اللي هي دي اللي هي عباره عن ماكس اندرسكور فاليو. الماكسيمم فاليو 127 والمينيمم فاليو سالب 128. امتى يحصل اوفر فلو؟ لو انا جيت مثلا زودت عن ال 127. تعرف لو انا زودت عن ال 127 هيحصل ايه؟ هيتراجع لم الارقام السالبه. تعالى كده افهمك الاوفر فلو الاول علشان ايه؟ انا عاوزك تخرج بفهم عميق المفهوم ده. موضوع الساعه، ايه رايك في الساعه؟ انا عندي على سبيل المثال ساعات بالشكل ده، خانه الساعات كده، بعد كده خانه الدقائق، بعد كده خانه الثواني. هنا ساعات دقائق ثواني. لما اجي اقول لك ركز 70 ثانيه مثلا كده، 70 ثانيه. ال 70 ثانيه دول، ال 70 ثانيه دول امثلهم ازاي هنا؟ بمنتهى البساطه. بيقول لي كده احط 60 عادي خالص هنا عادي معايا. ما هو بص عندك اللي هم ال 70 ثانيه دول، عندك 60 ثانيه هتعادل كام معاك؟ هتعادل دقيقه صح؟ و10 ثواني. يعني دقيقه و10 ثواني هيمثلوا لك كام؟ 70 ثانيه. مش عندك الدقيقه، احنا ركز كده معايا بالله عليك. عندنا الدقيقه 1 minute تساوي 60 ثانيه. فانا اعمل ايه؟ هيتحول وكده زيرو بالشكل ده. هيكون عندنا 1 0 بالشكل ده و10 ثواني. فاللي حصل ان هو رحل على الخانه اللي بعديها. هل هو راح مسك ال 70 ثانيه وحطهم هنا؟ لا، انا عارف ان امتى يتنقل لحد دول اخرهم كده. بص 59 صح؟ يعني لو انت بالمنظر ده هتصفر كده 0 0 صح؟ انت هتوصل مثلا 59. اول ما توصل لل 60 هتيجي معاك هنا كده دقيقه. لو عامل كده وهنا وجزيره يبدا الكاونتر يشتغل تاني بقى. فاهم الفكره؟ انما انا هنا عملت ايه؟ انما انا هنا قلت لك انا عاوز احط ال 70 ثانيه دول. قلت لي خلاص 70 ثانيه والله يعادلوا
دقيقة 60 ثانية و10 ثواني، ادي دقيقة و10 ثواني. هل انا رحت عملت كده؟ رحت وقلت لك 70 ثانية اهو كده؟ كده خطأ. انت عديت الماكسيموم فاليو بتاعت السكند بتاعت الثواني. تغرق 60 59 بالملي، 59 مفيش بعديها خلاص تاني. فلما نيجي 70 راح على الخانة اللي بعديها. فاهم الفكرة؟ وهكذا بقى في الدقائق والساعات. كذلك الكلام ده نطبقه بشكل عملي على مين؟ على الداتا تايبس. البايت اول ما جيت على الحد هيرحل على طول. فانت عندك في حاجه ارسمها لك برضو علشان تاخد بالك منها اكتر. لو انا عندي على سبيل المثال كده عملت لك كده مثلا بالشكل ده، وحطيت لك ان انت هتوصل حد اقصى بالشكل ده، حد اقصى بتاع البايت مثلا اللي هو كام؟ اللي هو كان 127 صح؟ بالشكل ده حد الاقصى 127 هنا، وهتوصل حد اقصى هنا في المينيمم بسالب 128. ركز معايا، شوف اللي هيحصل بقى. لو انا جيت حطيت لك رقم اعلى، تعالى احط لك كده 128، انت قلت لي هيرحل ازاي بقى على الخانه اللي بعديها؟ تعال نشوف كده على الكومبايلر ونرجع للرسمه دي تاني. ركز بقى معايا في الجزئيه دي، لو فهمتها حرفيا كده انت بسم الله ما شاء الله عليك يعني. لو قلت لك ان انا عندي انتجر اكس ايكوال 128 تمام، وعندي بايت بي، هل ينفع اقول لك بايت بي 128؟ لا، بيقول لك حضرتك انت عديت الماكسيموم فاليو اهو. بص بيقول لك كده، بيقول لك كده incompatible type found انت خلاص. انت بص كده، لما حطيت لي 128 فانت عديت البايت. انت بتتكلم في الانتجر ده بايت. بالراحه خالص، انا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل كده. هل ينفع اعمل كده بالشكل ده؟ تمام. في هذه الحاله تتوقع الاوتبوت هيطلع كام؟ هنشوف مع بعض. وهبص احسبه لك برضه حسابي، تتوقع الاوتبوت كام؟ معلش احنا ما عملناش طباعه سيستم تمام. اس اي اس تي ام دوت اوت دوت برنت لاين، اطبع لي كده البي، نعمل رن او ري رن. طبع لك كام؟ سالب 128. ال 128 ادتني سالب 128 ازاي؟ بص يا هندسه، انا قلت لك انت اخرك كماكسيمم 127، انت رحت ضايف لي واحد فاصبح 128. انا قلت لك اول ما يزيد عن الماكسيمم الواحد ده هيرحله فين؟ هيمشي فين؟ هيمشي نحو السالب كده، اتحرك نحو السالب. فشوف السهم هنا هيحصل له ايه؟ هينتقل. اول ما انت جيت عديت ال 127 وقلت 128، السهم ده حرفيا اللي حصل له انتقل هنا عند ال 128. طب لو سمحت ممكن تخليها لي 129؟ تتوقع كده لو خليتها لك 129 اللي هيحصل؟ ال 129 دي هيرحلها، فهيعمل ايه؟ هضيف واحد. الواحد ده اللي انت ضفته هضيفه على السالب ده، ف 100 سالب 128 واحد كام؟ هيديك يا هندسه السهم هيجي هنا كده فيطلع لك سالب 127. فاهم الفكره؟
تعال نشوف عملي او نشوف على الكومبايلر. لو قلت لك 129 اعمل لي رن بالشكل ده، طبع لك سالب 127 وهكذا بقى. طب مكمل الفكره. طيب لو انا جيت قلت لك مثلا انا حطيت 129 بس سالب كده، مفيش مشكله مع الانتجر، ولكن هل ينفع ان انا اعمل سالب 129 كده؟ لا ينفعش. ليه؟ انت لو قلت لي سالب وانا اخري سالب 128، وفين السالب 129 في البايت؟ ايه اللي هيحصل؟ هيرحل على الخانه اللي بعده. فسالب 100 سالب 129 دي معناها ايه؟ ان السالب 128 دي اتماينص واحد، يعني هو كام؟ هيبقى 127. هتلاقي ده انتقل هنا بالشكل ده. مش انت عندك انا قلت لك مثلا سالب 128 حد ادنى، قال لك ده معلش يعني سالب 129، انت كده عملت ايه؟ انت كده جليت على الحد الادنى. فهينتقل السهم ده بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي من السالب 128 هينتقل لل 127. انا عارف ان الموضوع تقيل وممكن الناس تتلخبط منه، بس حرفيا لو فهمته انسى ان انت تنساه تاني. نجرب برضو عملي. انا عندي سالب 129 وهنا قلت لك بايت بالشكل ده 129 اطبع لي البي. نشوف كام لو سمحت، اعمل لي كده رن. طبع لك كام؟ طبع لك سالب 107. ايه ده؟ انا بقول كده اساسا يعني ازاي؟ فاهم الفكره؟ ماشي اعمل اي. طبع لك كام؟ 127 زي ما انا قلت لك كده. طب لو تعالى كده، ايه اللي حصل تاني؟ قلت لك انا هقول لك سالب 130، ايه اللي هيحصل؟ ده انت كده اللي عملته ان انت رحلت او ضفت على السالب او نقصت من السالب 128، السالب 128 اللي هو الحد الادنى نقصت منه 2. الاثنين دول هيتضافوا مباشره يعني بص هنا هيكون 128، هيجي هنا كده السهم، فهتلاقي السهم ده بدل ما هو 127 اصبح 128. هو 128 يعني اتحرك كام خطوه؟ اتحرك الخطوه دي من سالب 128 ل 127. الخطوه الثانيه اتحركها من 127 ل 128 بالشكل ده. طبعا لو ما فهمتهاش يعيد الفيديو تاني، ان انا يعني خلاص كده جبت اخر حرفين. هنعمل رن 130 قلنا احنا صح؟ 130 بالشكل ده، سالب 130 كده يرن، فاصبح 106. اسف، اصبح 126. افهم. اصل انا اسف. ازاي ده؟ والله العظيم الواحد بص كده يا شباب، 126 تمام، مش 127. احنا عارفين يعني اكيد يعني 126 بعديها مين؟ 127 مش 128 يعني. فهنا 126 كده. فاهم الفكره؟ يا رب تكون فهمت يعني. فده كان فكره مين؟ التحويل طبعا. عشان تفهموا صح التحويل ده، انا مش عايزك تفهم. اصل في واحد يقول لك ايه، لو كنت بحول من مثلا يعني الكاستنج وايدنج والكاستنج داون، الكاستنج وايدنج لو كنت ان انا مثلا بحول داتا تايب صغير لداتا تايب كبير، كلمه ان انا بحول دي في حد ذاتها غلط. انا عايزك تكون الكلام بتاعك يعني فيه اكيوريت دقه. فاهم الفكره؟ لا، مش بتحول هنا، انت بتتعامل مع كاست مع عمليه يعني ايه، تعمل حاجه اسمها كومبيتبل ما بين داتا تايبس. لكن انا مش يعني اي حد يقول انت تحول مثلا يعني من بايت لانتجر ده لا. احنا بنقول كلمه تحول دي عشان ايه؟ نسهلها.
ولكن الفهم الصحيح لها كده بالشكل ده، الشكل اللي احنا ذكرناه، موضوع الثواني والدقائق ده حرفيا هيفهمه لك لدرجة فظيعة. والشكل ده برضه يعني بسم الله ما شاء الله عليه. ده كان بالنسبة لجزئية الداتا تايبس. تمام. طيب يا شباب، الحمد لله رب العالمين انهينا السيشن بتاعتنا. الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا ناس في سنة تانية، فاوريدي احنا مرينا بمرحلة الاساسيات، فكانش معقول يعني ان انا اجي اقول لك ايه، مثلا في الفاريبل انتجر اكس يساوي 3 يطبع لي اكس مثلا. فاهم الفكره؟ لو قلت لك كده انت هتحس الموضوع سهل، ولكن صدقني مش هيفيدك بحاجه. الكلام اللي انا قلت لك في المحاضره ده يعني كلام هو يعني جاي بعد بحث ودراسه كبيره جدا، فنسال الله عز وجل التوفيق يعني والسداد. فلو حد مثلا داخل يتعلم برمجه جديد وشرحت له الحاجات دي مع ان هي اساسيات، هيتعقد من الموضوع، هيكره البرمجه. ولكن احنا يعني انا على فكره دخلتك في الاو بي من حيث لا تدري. تمام. بحيث لما تدخل في الاو بي برضه هيكون عندك خلفيه عن الحاجات دي، ما تحسش باي غرابه نهائي. طبعا احنا تعمقنا في جزئيه الفاريبلز ولله الحمد، تكلمنا عن السكوب فاريبل وعن الجلوبال فاريبل وعن الستاتيك فاريبل. عرفنا الاستاتيك والجلوبال والسكوب. اتكلمنا عن الباكج وعرفنا الانواع بتاعها، بيلت ان باكج والباكج المعرفه عن طريق اليوزر. تمام. اتكلمنا عن داتا تايبس، عرفنا الداتا تايبس بنتعامل معاها ازاي. عرفنا مثلا الكاستنج بالتفصيل، فهمناها وطبقنا عليها عامل على البايت. تمام. الحمد لله رب العالمين يعني. بس وفي النهايه كده، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت.